تورتيه الفسيخ، وتعالوا كده نقطع حته من جوه نشوفها شكلها عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. نسمي لها بقى كده ونطلع حته منها نشوفها من جوه عامله ايه. تعالوا بس من الجنب كده شوفوا. بسم الله ما شاء الله، تورتايه تحفه، لازم تجربوها على سفرتكم في شم النسيم. يلا بينا نشوف الطريقه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. وتعالوا عشان نعمل التورتيه الحلوه اللي شفتوها، تورتيه الفسيخ اللي شفتها في المقدمه دي. اول حاجه طبعا الفسيخ ده انا اللي عاملاه، ما بشتريش فسيخ جاهز، يجي من 20 سنه كده. خلاص، اول حاجه قصيت طبعا الديل والراس وفتحنا بطنها بالشكل ده. انا عايزه اعمل تورتيه الفسيخ، عايزه اعملها بفسيخ مخلي. فسيخه كبيره صغيره بقى، هتعرفي ازاي تظبطي الدنيا وتخرجي منها يعني اللحم كده. بصوا بسم الله ما شاء الله، جيت عند المفصل اهو، عند الظهر يعني عند سلسله الظهر، وبالمعلقه بالشكل ده كده اهو هتطلع معاكي. بصي مش هتسيبي حته فسيخه واحده طبعا الا الجناب بقى اهو. بصوا اهو بالشكل ده كده كده طلعنا الجنب كله بتاع الفسيخه بالشكل ده. طبعا دي تورتايه يعني مش عايزين بقى لا نوسخ ايدينا، حاجه كده سواريه تتاكل كده يعني ايه، حاجه من غير ما نعك ايدينا زي ما انا عكاها بالشكل ده. فطبعا لازم تتاكدوا ان ما فيهاش ولا شوكه. طلعوا الشوك من الفسيخه كويس قوي اهو. هنقي كل بحسس كده تلاقي على طول الشوكه فين، تسحبيها على طول اهي. اي شوكه فيها طلعيها. طلعت بقى اي شوكه في حته الفسيخ بالشكل ده، وفي طبق جنب مني هنا بحط الفسيخ اللي بخليه. اي فسيخ بخليه بحطه في الطبق جنب مني هنا. دي الخطوه الاولى اللي بنعملها في التورتايه. بنجهز الفسيخ ونجهز الحاجه اللي هنزين بيها التورتايه بتاعتنا. يعني هعمل معاكم حاجه حاجه. التورتايه دي مش عايزه اقول لكم بجد حلوه قوي 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 على السفره بتاعتكم في شم النسيم. في ناس بتعمل عزايم بقى في شم النسيم وتعزم صحابها، في ناس اتيكيت كده بقى ما بتحبش تلغوص ايديها بالفسيخ والكلام ده. التورتايه دي مناسبه ليهم جدا. هنحضر بس اول حاجه الفسيخ، وتعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. بقى خلينا الفسيخ وقطعناه حتت صغيره قوي بالشكل ده كده، يعني بالمقص كده قصقصناه حتت صغيره، وحطينا عليه شويه زيت عشان لونه ما يغيرش، يعني اللون بتاعه ما يأكسدش كده. خلاص، عندي ميه ساقعه هنا، ساقعه قوي وفيها تلج كمان. جبت كام بصلايه صغننين زي كده، وممكن بصل اخضر بس هشيل بس دي يا دوبك، مش هشيلها كلها عشان ما تفكش منك. البصله دي يعني للتزيين، شيلي الحاجات اللي هي زي كده اهي. بس اوعي تقطعيها كلها، لانك لو قطعتي دي كلها تبصي تلاقيها اتفكت منك. ونديها كده زي ايه، كم فتحه كده بالشكل ده كده اهو. وهنحطها في الميه الساقعه المتلجه. ممكن تحطيها بقى على جنب كده، يعني تعمليها الاول قبل ما نبتدي فيها عشان تفتح براحتها، ونحطها في الميه الساقعه. طبعا لو عملت على الوش كده حط عليها طبق بالشكل ده. هجهز كام بصلايه ونشوف هنعمل ايه تاني. الحشو بقى مع الفسيخ جوه، عايزه اقطع كام بصلايه كده. فهنقطع بصل اخضر شرايح يعني مكعبات صغننه قوي كده بالشكل ده كده اهو. وهنقطعها صغنن قوي عشان ما تضايقناش لما نيجي نقطع حته من التورتايه. قطعنا البصل حتت صغيره كده، وعندي فلفلايه رومي صغيره هنقطعها برده حتت صغيره قوي كده. ممكن نحط منها جوه مع الحشو مع الفسيخ والبصل، وممكن نحط منها برده في التزيين. المهم نقطعها حتت صغيره كده ونحضرها على جنب. البصل اللي قطعناه بقى هناخد من قطعنا الروس، فهناخد العروق الرفيعه اللي زي دي عشان نزين بيها. خلاص، الحاجات الرفيعه اللي هي ايه، ايوه بصوا اللي هي زي دي الخضره دي. احنا كده كده خدنا الروس قطعناها. طبعا لو عندك كرات هيبقى حلو برده في التزيين قوي، بس انا ما عنديش كرات وهتصرف. خدت بقى العروق الصغنونه دي، البصل والفلفل والبصل اللي هنزين بيه، وكمان جزرايه قشرناها هنا اهي. قشرنا الجزره بالشكل ده، وهقطعها بالمقشره. عايزينها ايه، شرايح رفيعه كده كده بالشكل ده كده، علشان بعد كده نروح عاملينها بالسكينه كده برضو للتزيين. وممكن نحط على فكره شويه جزر، يعني الفسيخ بنكتر معاه خضره بقى، خس وجرجير وحاجات من دي، بنكتر معاه خضره علشان خاطر يعني ايه، الدنيا تبقى خفيفه شويه لطيفه على معدتنا شويه. هنقطع بقى الجزر بالشكل ده. هقطع كمان ليمونه كده شرايح رفيعه قوي اهي، اللي يعني هتطلع شويه صغننه دي هنزين بيها. اما اللي زي دي هروح عاملاها كده اهو، وهشيل القشره دي كده
وهاخد القطعه دي علشان احطها مع الفسيخ. مش عايزه اعصر ليمون على الفسيخ جوه التورتايه علشان خاطر ما يبوشليش العيش اللي هحطه بيه، اللي هحطه على الفسيخ. فهقطع الليمون، هاخد اللحم بس كده. خلاص كده حضرنا كل حاجه، هنزين ونحطها جوه التورتايه. تعالوا بقى هنا معايا طحينه. الطحينه بتاعت الفسيخ ما بنحطلهاش توم، هنحط لها بس ليمون، وهنحط لها شويه خل صغيرين، وهننزل عليها بشويه ميه سخنه من الكتل. وعايزينها تبقى تقيله فما تزودوش الميه قوي. هشيل بس البذره دي الاول كده. بصوا بقى بعد ما بنحط الليمون والميه الدافيه بتتقل معانا بالشكل ده، هنا بقى تقدري تتحكمي فيها. احنا عايزين سمكها ماسك شويه عشان نعرف نزين بيها التورتايه. فهنزود نقطه خل نقطه بنقطه لحد ما اوريكم. بصوا لحد السمك، هوريلكم السمك دلوقتي. فضلت ازود بقى، بصوا شويه بشويه ليمون وخل. وبصراحه كمان حطيت لهم معلقتين، عندي معلقتين طحينه انا كنت عاملاها في البيت بالدقيق، فلونها فتح بالشكل ده. بصوا السمك بتاعها كده لسه تقيل قوي. هزود كمان نقطه ميه سخنه. الميه السخنه مع الليمون والخل وتدعكيها كويس قوي بيخلي الزبادي بتاعتك تفتح. بصي كل ما احط ميه سخنه اللون يفتحها اكتر، تخلي الطحينه معاكي تفتح بالشكل ده. انا قاعده اقول زبادي مش عارفه ليه هي عشان ابيضت قلت زبادي ولا ايه مش فاهمه. بصوا تخلي الطحينه تبقى بالشكل ده. خلاص هزود نقطه بنقطه كده على الطحينه بتاعتي، بس الميه دي سخنه مش ميه ساقعه، لحد ما يصل السمك بتاعها المظبوط. هوريهولكم دلوقتي. بصوا انا عايزه السمك بتاع الطحينه بتاعي يكون تقيل بالشكل ده. بصوا اهو. خلاص علشان تعرفي لما تحطيه جواه ما يسيحش العيش والدنيا معاكي ما تبوشي، وكمان لما تحطيه من بره تزيني التورتايه ما يسيحش معاكي قوي. طبعا الملح بتاع الفسيخ لو مظبوط، انا اللي عامله الفسيخ ده، فالملح بتاعه مش عاملاه حادق الصراحه، ملحه مظبوط قوي. فهنا الطحينه تبقى دلعه قوي مش هينفع، فهنديها رشه ملح يعني مش كتير، مش عايزين نحدقها بس برضو ما تبقاش دلعه قوي، لانها لو ما حطينا لهاش رشه ملح هتخلي التورتيه بتاعتنا دلعه قوي. خلاص هنركن دي كمان على جنب وتعالوا نشوف هنعمل ايه. عندي بقى القاعده اللي هي تبقى بدل التورته بقى والكيكه والكلام ده عيش توست. هطلع 4 بالشكل ده وارصهم جنب بعض كده اهو بالشكل ده كده، واشوف الصينيه بتاعتي هتاخدهم يعني كده ولا هنقطع منها. بصوا بقى حطيت الصينيه ففي فراغ بسيط من هنا، فانا هضطر كده بقى هنا ايه، لا ما اقصش منه خالص. انا همسك الصينيه بتاعتي وارص فيها على طول. هقطع الحروف بس دي كده عشان اعرف ارصها في الصينيه بتاعتي. الحروف دي برده ممكن نحطها في النص او نحطها في الجنب تاني، اي حاجه يعني. هرص التوست بتاعي كده واظبطه في الصينيه، ما اخليش ولا حته من الصينيه باينه. رصينا بقى العيش كده، حتى اللي قطعناه من الحروف حطيناه كده كملنا بالصينيه. هحط كده معلقه طحينه، ما مش كتير، ما تكتريش قوي عشان الموضوع يعني الفسيخ يبقى طعمه باين. وهندهن كده دهنه خفيفه. بعد الطحينه هنزل بقى بمعلقتين حلوين كده من الفسيخ على قد يعني الكيكايه بتاعتي ما هتاخد من جوه كده. حطينا بقى الفسيخ، هندي رشه بصل اخضر، وعشان اللون رشه فلفل رومي بقى حراق او بارد براحتك انت، فلفل حراق او فلفل حلو يعني براحتك، رشه بسيطه كده. وكمان رشه من الثوم اللي مقطعينه شرايح، الليمون اسفه، رشه الليمون انا مش عايزه اعصر ليمون عليه فقطعته كده ايه، مش هنكتر يعني، حاجات بسيطه كده من الليمون. اللي عملته بقى في الطبقه دي هو اللي هيتكرر في الطبقه اللي بعدها. هنخلص التورتيه كلها بالشكل ده، هعمل كمان طبقتين او طبقه واحده، هقول لكم عملت 2 ولا واحده، ونرجع مع بعض نشوف هنزينها من بره ازاي. ودي الطبقه الثانيه، دي الطبقه الثانيه بقى، والطبقه الثالثه دي مش هنزينها، عايزين نخلي شكلها من فوق مظبوط قوي علشان خاطر الطبقه دي يعني مش هنحط عليها اضافات كتير يعني. دي الطبقه الثالثه بقى مش هنحط عليها اي حاجه غير هنحط بقى الطحينه وبعد كده هنزينها. بعد ما حطينا الطحينه كده هدي رشه بصل بسيطه كده، وكمان حاجه بسيطه قوي من الفلفل والجزر. حط بقى ليمونه كده يعني واحده عكس التانيه مثلا كده. البصل اللي حطيناه في الميه المفروض ينحط بدري عن كده شويه، بيتبصوا تلاقوه فرع كده لما بتنقعيه بدري شويه في الميه،
تلاقيه فرع شويه منك كده. هحط بصلايه كده للتزيين في النص بالشكل ده. انتوا حطوها بدري بقى عني شويه هتفرع معاكم اكتر. وهنحط شرايح ليمون على الجناب. طبعا التزيين ده بيرجع لذوقكم بقى، ممكن انتوا تكونوا يعني فنون جميله تطلعوها احلى مني كمان. طبعا ممكن تحطوها تتماسك شويه في التلاجة، بس انا مستعجله بقى الصراحه عشان بصور لكم، فمش هحطها في التلاجة. هطلع الصينيه دي كده وهنبتدي نزينها بقى من الجناب. بصوا انا عايزاكم تشوفوا بس المنظر الاول قبل ما ازينها. ما شاء الله حاجه كده جميله، يعني ممكن على كده تبقى 100 100. هجيب عروق البصل اللي بالشكل ده كده واحط حته من الطحينه اهي. بس بعد ما احط عليها طحينه بقى هنلزق على حرف التورتايه بالشكل ده. هناخد البصلايه الطويله دي برده كده ونروح حاطينها، يعني تدي شكل حلو شويه كده. هنلزقها على الوش كده. خلاص كده ده شكلها النهائي. طبعا زي ما اتفقنا التزيين ممكن تزينه زي ما انتوا حابين، بس ده الشكل اللي طلع معايا الحقيقه. يا رب يكون عجبكم. شكرا ليكم، السلام عليكم.